السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إبراهيم العزب. النهاردة إن شاء الله هنكلمكم على الفئة الجنيه، وهم 3 أنواع من الجنيه. في منهم نوع مطلوب، ويا ريت يكون عند حضراتكم واحد منه. بالنسبة للجنيهات اللي هي اللي قدام حضراتكم ديت، يعتبر أحدث فلوس أو أحدث جنيهات بمعنى صح، بس في واحد فيهم مطلوب. طبعا احنا فاهمين وعارفين كويس جدا ان الجنيه ده اللي هو الحديث جدا، تمام، اللي هو فيه العلامات الفوسفورية دي، اللي هو 2016 اهو يا جماعة. ده الجنيه 2016 ده اللي هو الفلوس اللي هي الجنيهات الحديثة. ده الحديث يا جماعة، ده مش مطلوب دلوقتي خالص. تمام. هنيجي هنا على اللي بعده. ده الجنيه 2006، تمام. ده اللي من غير علامات بوسفورية، دوت اللي هو يا جماعة من غير علامات بوسفورية. انا عايزكم تركزوا معايا في الفيديو ده، عشان في جنيه مهم جدا، ويا ريت يكون مع حد منكم. بدون اي علامات بوسفورية. يبقى احنا عرفنا ان هنا اللي فيه العلامات البوسفورية ده مش مطلوب خالص، من السبعينين دلوقتي خالص ده. تمام. وده من غير علامات بوسفورية، بس مش ده المطلوب. المطلوب اللي هو ده. طب ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ده من غير علامات بوسفورية وده من غير علامات بوسفورية. هنيجي هنا على الجنيه دوت، عايزكم تركزوا قوي. ده التاريخ بتاعه، تمام. نيجي هنا كده ونشوف التاريخين. ده تاريخ مفصل 2006 2/8 2006. هنا التاريخ بتاع ده زي ما انتم شايفين مش مفصل ومن غير علامات بوسفورية. تمام يا جماعة اهو. طبعا الطباعة كلها في الظهر واحد بالنسبة للتلاتة، تمام. بس اهم حاجة زي ما اتفقنا ان الجنيه اللي مطلوب، ركز معايا اه يا جماعة، بدون علامات بوسفورية زي ده كده، تمام. والتاريخ بتاعه مش مفسر زي دول. يعني دول احنا بنقول لك ايه 2/8 2006. وهنا الجنيه اللي هو الحديث نفس القصة برضو مفسر 19/5 2016. احنا بقى عايزين ده، احنا عايزين ده. تمام يا جماعة. انا بوضح الامور عشان كله يبقى فاهم وعارف هو بيدور على ايه. احنا عايزين الجنيه ده. الجنيه ده يا جماعة يبدأ ب2000 جنيه. الجنيه ده بيبدأ ب2000 جنيه. يعني لو حالته 40% زي ده كده، زي ده كده يبدأ ب2000 جنيه. طبعا بقى لو حالته أنصر، اللي هي أنصر اللي هي البنك، يعني حالة جديدة ونظيفة، مفتوح بقى 7 8، يعني حسب بقى الخبير اللي بيشتري منك
وانت وجدعنتك معاه. الجنيه ده يا جماعه انا بركز عليه اهو. هنا الفرق، ده من غير علامات بوسفوريه وده من غير علامات بوسفوريه. طبعا احنا عرفنا بالعلامات البوسفوريه ده نستبعده خالص عشان ما تدوروش وتعملوا نفسكم على الفاضي. ركزوا في اللي من غير علامات بوسفوريه. تمام. والتواريخ، شوف التاريخ ده والتاريخ ده اهو. تمام يا جماعه. وطبعا احنا هنا وصلنا لنهايه الفيديو. ارجو الاشتراك يا جماعه، الاشتراك واللايك عشان يوصل لاكبر عدد والقناه تكبر لينا وليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.